باربي باستا او مكرونه باربي، الوصفه الترند اللي مغرقه السوشيال ميديا. هنعملها النهارده بطريقه حلوه وبسيطه جدا وبمكونات تناسبنا احنا. عملت فيها شويه تعديلات كده هتطلع معاكم طعمها رائع وحلوه جدا، متاكده كمان هتكرروها. والاهم من ده كله انها كمان وصفه مغذيه وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا. هنحتاج اول حاجه قطعه من الجبنه الفته. الجبنه الفته العاديه اللي بنشتريها، ممكن تستخدموا لبنه، زبادي، يعني ممكن تستخدموا اي حاجه غير الجبنه لو مش بتحبوا الجبنه الفته. وهنحتاج كمان واحده من البنجر او الشمندر او بالانجليزي اسمه بيتس. والبيتس طبعا او البنجر بيحتاج ان هو يتسلق او يعني يستوي على البخار، فانا حطيته في ميه بتغلي وهادي نار واغطي واسيبه بقى علشان خاطر يستوي على نار هاديه، يعني مده نص ساعه 45 دقيقه بالكتير. وبنعرف ان هو استوى لما ندخل سكينه فيه في النص، تدخل وتطلع بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. بنسيبها بس تبرد وتهدى شويه علشان نقدر ان احنا نقشرها. على فكره القشره الخارجيه دي بتتقشر بسهوله جدا، يعني ممكن نكحتها بايدينا كده هتتشال على طول بكل بساطه. يعني ممكن كمان نمسك منديل في ايدينا ونكحت القشره هتروح متشاله كلها. القطعه بس اللي تحت او الجزء التحتاني ده بيكون ناشف شويه، فبستخدم السكينه. بس هي طبعا تقشيرها سهل جدا زي البيض كده، ممكن نقشره بايدينا. بنقشرها ونقطعها لقطع صغيره، ويا اما نستخدم الخلاط او الهاند بلندر. ونحط بقى الشمندر او البنجر بتاعنا ونحط عليه الجبنه الفته بتاعتنا. لو حابين ان الوصفه تبقى لونها بينك غامق زودوا البنجر اكتر، حابينها يبقى لونها بينك فاتح زودوا الجبنه الفته اكتر. انتوا تقدروا تتحكموا، ممكن تحطوا البنجرايه كلها، ممكن تحطوا نصها، ممكن تحطوا واحده قطعه بس منها وتزودوا الجبنه اكتر زي ما انتوا عاوزين. طبعا ضربناها وحصلنا على هذا الصوص الرائع. شايفين اللون عامل ازاي؟ وفي حله بقى على النار بنحط شويه ميه علشان خاطر تغلي، وننزل عليهم بالملح، وننزل عليهم باي نوع مكرونه يعجبنا. المكرونه اللي عندكم في البيت حطوها، اديها تقليبه ونسيبها علشان خاطر تستوي او تسلق 3/4 سلقه فقط. على بقى ما المكرونه تسلق نحط 3 معالق من زيت الزيتون في طاسه كده، وننزل عليها بفصين من الثوم، بنهرسهم او بندقهم ونقلب لحد لما الثوم يطلع ريحته ويبتدي ياخد لون بينك. اول ما ياخد اللون ده بننزل عليه بالصوص بتاعنا، صوص رهيب. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون تحفه بصراحه. لو عندكم كمان بنات في البيت هيتبسطوا قوي من المكرونه دي. نحط بقى عليها المكرونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، مكرونه مفلفله. طبعا من الافضل دايما المكرونه تطلع من ميه السلق تنزل في الصوص على طول، ده افضل حاجه علشان ما تعجنش وتلزق في بعضها. فدايما تظبطوا الوقت. ممكن بقى تزودوا شويه من ميه سلق المكرونه لو عاوزين تخففوها او تخلوها تبقبق شويه وتستوي شويه. مثلا زودوا بقى ملح وفلفل اسود، زودوا مثلا رشه اوريجانو لو حابين تحطوا او ريحان زي ما انتوا عاوزين. انا حطيت ملح وفلفل اسود والثوم وزيت الزيتون وبس. سهله وبسيطه ومغذيه جدا، لونها حلو، تقديمها مختلف، حاجه جديده. وبس كده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.